الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور، بنهتم فيه بالرد على أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت القناة في خلال الأسبوع. لو المحتوى يهمك، عندك استفسار في تراخيص المرور، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. أنا دلوقتي والدي معاه عربية سيارة معاقين، ينفع أسوق مكان والدي؟ والظابط لو قابلني ممكن يعمل معايا. فبنقول حضرتك الوالد معاه سيارة ذوي الهمم، يقود السيارة بنفسه، مكتوب له في رخصة السيارة مجهزة طبيا. بالتالي طالما السيارة مجهزة طبيا فهو اللي يقدر يسوق لوحده العربية. حضرتك أثناء القيادة الوالد تعب، سوقت مكانه، فدي بتبقى سلطة تقديرية للجنة الموجودة. حضرتك الوالد هو الملك للعربية، بس زي ما قلنا الاشتراطات ان هو يسوق بنفسه، وبالتالي ما ينفعش حد تاني يسوق العربية غيره لانها مجهزة لحالته الصحية او لحالته الطبية. بس زي ما قلنا بتبقى سلطة تقديرية للجنة. الوالد هو مالك العربية وانا كنت بسوق وهو كان موجود معايا بس تعب فجأة. دي تقديرية للضابط الموجود في اللجنة، ممكن يسحب الرخصة ممكن ما يسحبهاش، دي بتاعته. انما قانونا طالما السيارة مجهزة طبيا ما ينفعش يسوق حد تاني غير ذوي الهمة المخصصة له السيارة او المجهزة لحالته الصحية. دلوقتي انا معايا سيارة ذوي الهمة بالمرافق، العربية باسم اخويا معاق ذهنيا، انا القيم عليه. ينفع اعمل توكيل واسجل العربية في الشارع العالي؟ فبنقول طالما السيارة مقرر عليها حظر جمارك ما ينفعش تعمل اي اجراء، ما تجيش ناحية الشارع العالي وتاخد شهادة بيانات او عقد بيع عشان تسجل العربية وتتعامل عربية. زي ما قلنا طالما في حظر جمارك مفيش تعامل على العربية عن طريق الشارع العالي. كل اللي بيبقى فيها اوراق عرفية لحفظ الحقوق ما بينك وما بين المالك الاصلي. اوراق عرفية زي ايه؟ يعني بتاخد مثلا عقد بيع ابتدائي، بتاخد توكيل عام بالسيارات ماركة كذا موديل كذا. انما عقد بيع مسجل في الشارع العالي ده ممنوع طوال الحظر. توكيل بيع برقم الشاسيه والموتور ده ممنوع اثناء الحظر الجمركي. بالنسبه لسياره المعاق ذهنيا ده طبعا اللي بيمثله القيم، وبالتالي القيم ما يقدرش يبيع الا عقب موافقه النيابه الحزبيه على بيع سياره ذوي الهمم اللي هو عنده اعاقه ذهنيه. حذرنا قبل كده فقلنا يا اخوانا نحاول نبعد عن العربيات اللي هي مفرج عنها لصالح ذوي الهمم اللي يكون نوع الاعاقه ذهنيه. ليه؟ لان انا بصطدم بعد كده في صراع مع النيابه الحزبيه على البيع. النيابه الحزبيه بتطالب القيم لما يبيع العربيه يودع قيمه السياره في حساب مخصص للانفاق على ذوي الهمه. يبقى انا لو اشتريت سيارة والمعاق كان معاق ذهنيا لازم ارجع للنيابة الحزبية عشان استصدر موافقة على البيع. ليه النيابة الحزبية؟ لانها الامينة على اموال ذوي الهمم اللي هو عنده اعاقة ذهنية، وبالتالي ما فيش اي تصرف الا بعد الرجوع للنيابة الحزبية. ينفع اركب الملصق الخاص بالموتوسيكل من غير ما اجدد رخصة القيادة بتاعتي؟ فبنقول رخصة القيادة بتاعتك مسحوبة او رخصة التسيير مسحوبة لعدم تركيب الملصق او لتلف الملصق، وبالتالي لازم بتدفع الغرامة بتاعت الملصق في نيابة المرور. دفعت غرامة الملصق، بتعمل الملصق بتاع الموتوسيكل على كل سنة بتدفع 100 جنيه وتاخد ملصق جديد بيتركب على الفانوس القداماني بتاع الموتوسيكل. يبقى ركبت الملصق بسترد الرخصة تاني. طيب ينفع ما جددش رخصة القيادة؟ لا، لازم برضو تجدد رخصة القيادة، بتسدد المخالفات اللي عليها وتجددها تاني. رخصة قيادة الموتوسيكل ب5 سنين من تاريخ التجديد. يبقى زي ما قلنا ما تمشيش برخصة منهية، ما تمشيش من غير تراخيص بحيث ما تخشش في دوامات بعد كده. دلوقتي شاري موتوسيكل الفاتورة ضاعت مني، فهي الإجراءات المتبعة في حالة فقد مبيعة الموتوسيكل أو فاتورة الموتوسيكل. اول حاجه بتعملها بتعمل محضر في اسم الشرطه بفقد مبيعة الموتوسيكل ماركة كذا موديل كذا شاسيه موتور. عملت مذكره فقد المبيعه، بتطلع على المرور بتعمل استعلام امني برقم الشاسيه والموتور
موظف المرور بيستعلم لك من حاسب الآلي برقم مساسيه، بيكتب لك على مذكرة الفقد اللي عملتها لم يستدل على بيانات أو لم يتم ترخيص طرفنا. كتب لك لم يتم الترخيص على مذكرة الفقد، بتاخد المذكرة والاستعلام الأمني اللي عملته وتطلع على شركة تجارة الموتوسيكلات اللي انت جايب منها الموتوسيكل، بتطلع فاتورة بدل فائد، تدفع ثمن الفاتورة تاني وتطلع فاتورة بدل فائد تقدر ترخص بيها بعد كده. انما من غير فواتير مش هتعرف ترخص، يبقى الفاتورة ضاعت. بعمل لها بدل فائد منين؟ من الشركة اللي مطلعاها لأول مرة. بطلع شهادة بيانات لفيسبا بتتكلف كتير، رخصة منهية. فبنقول موتوسيكل متأخر من 2009 عاوز تطلع له شهادة بيانات للشهر العقاري، في الحالة ديت بتدفع ضرائب الرسوم متأخرة بحد أقصى 5 سنين، بتدفع رسم شهادة البيانات وبتاخد بيانات للشهر العقاري عشان تعرف تسجل البيع، بعد مسجل ترخص بيه بعد كده. يبقى الضريبة متأخرة أو ضريبة منتهية بقالها فترة بدفع آخر 5 سنين فقط لا غير. الضريبة والبيانات هتخش لها في كام؟ مش أقل من 300 جنيه. المدة القديمة بدون الفحص الفني بدون بوليس التأمين. يبقى المبلغ دوت شامل إيه؟ شامل ضريبة المرور، شامل رسم استخراج شهادة البيانات، إنما ما هو شامل بوليس التأمين، ما هو شامل الفحص الفني. أما بتيجي تجدد بعد كده بتدفع لك في 3 سنين حوالي 2000 جنيه. يبقى تجديد الموتوسيكل لمدة 3 سنين مش أقل من 2000 جنيه، ما بين ضريبة مرور، فحص فني، بوليس التأمين، ملصق مرور، الكلام ده كله. عشان أمسك الرخصة في إيدي مش أقل من 2000 جنيه ترخيص 3 سنين للموتوسيكل. أنا بعت عربية بعد مسجل في الشهر العقاري، المشتري الجديد نقل الملكية ورخص باسمه، لسه بتيجي مخالفات باسمي بعد كده. فبنقول حضرتك ممكن تكون مخالفات متأخرة أو نازلة على السيستم اتأخرت ما بين المسافة ما بين المرور لنيابة المرور. ممكن يكون في مخالفات متأخرة ما بعتتش المرور لحد دلوقتي، وبالتالي بتلاقي مخالفات قديمة بتيجي باسمك. زي ما بنقول الفيصل في من القائم بسداد المخالفات تاريخ تحرير المخالفة. المخالفات المحررة قبل تسجيل عقد البيع تخص المالك القديم. المخالفات المحررة بعد تسجيل عقد البيع وبعد الترخيص تخص المالك الحالي، وبالتالي بيستلزم وجود شهادة بيانات برقم اللوحات، موضح في البيانات دي تاريخ صرف اللوحات باسم المالك القديم، تاريخ صرفها باسم المالك الجديد، التاريخين مع بعض وتاريخ تحرير المخالفة. ده زي ما قلنا اللي بيفصل في مين اللي بيتحمل المخالفات. حاسس ان المخالفات دي مش بتاعتك، اعمل تظلم فيها للنيابة، ويا ريت التظلم اللي تعمله يكون عن طريق او مقدم باليد لنيابة المرور، مش تظلم على النت. تظلم على النت في الغالب بياخد رفض، انما التظلم باليد في نيابة المرور ان شاء الله بيرفع المخالفات المحررة عليك، والمحررة بطريق الخطأ او اللي بتعتقد انها ما تخصكش. يبقى اعمل تظلم في المخالفات، اقدم التظلم بنفسي في نيابة المرور، ما اكتفيش بتقديم التظلم على النت، لان كده كده في رسم للتظلم لازم يندفع، فاقدمه في المرور او في نيابة المرور باليد افضل من ان انا اقدمه على النت. نتمنى ان احنا نكون اجبنا على اسئلة حضراتكم بشيء من التفصيل. لا تنسونا بصالح الدعاء، ولا تنسى الاشتراك بالقناة في انتظار المزيد والمزيد من اسئلة حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.